مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي فوفا كويزين. نتمنى ان شاء الله راكم كامل في صحة جيدة. بالنسبة لفيديو تاع اليوم جيتكم فيديو خفيف ظريف ولا بوصفة خفيفة وظريفة تحتاجوها لرمضان، اللي هي الشربات ولا لو سيرو. هاد السيرو اللي رايحين تشربوا به القطايف ولا تحتاجوه في شحال من حاجة. بالنسبة للشربات انا واش ندير، نحضر ندوبلي لا كونتيتي، يعني نحضرها مقبل ونحطها في الفريجيدير، كل ما نحتاجها في رمضان نجبدها. بالنسبه للوصفه اللي هي 500 غرام تاع السكر، ندير لها 700 مليلتر تاع الماء. 500 غرام سكر ندير لها 700 مليلتر تاع الماء ولا 700 غرام تاع الماء، ونقعد نخلط فيها مليح حتى يذوب هذاك السكر شويه. هذه قبل ما نحطها فوق النار ندير لها اون ترانش دو سيترون، يعني برج هكا تاع سيترون. انا ما كانش متوفر عندي، درت لها شويه تاع جو سيترون ونحطها تغلي فوق النار. نشعل عليها النار، يعني غير تبدا تغلي، نحسب 30 دقيقه نص ساعه حتى شوفوا هذوك لي بول يجوا شويه خشان. يعني ما لازمش تجيكم بزاف جامده معسله، وما تجيش خفيفه خفيفه، واللون تاعها كيما راكم تشوفوا يروح للاصفر، تولي فيها لا تكستور تاع الزيت. حسبوا 30 دقيقه. فوالا هنا الشربات تاعي راهي وجدت. انا كنت حضرتها كيما قلت لكم، هذه وصفه تاع صديقتي كانت عطاتها لي ديجا، وليت من هذاك النهار نخدم بها، ندير بزاف ونحطها في الفريجيدار في رمضان. كي نحب نحلي لي جو تاوعي ولا ما نحليش بالسكر، دائما نحلي بهاد الشربات ولا نشرب بها خبزة القطايف ولا البسبوسه، ولا المهم تستعملوها في كل حاجه. يعني كل حاجه ديروها تاع التعسال تحتاجوا فيها هاد الشربات. فوالا كيما راكم تشوفوا انا درت فيها القطايف هنايا وشربتهم. وصفه القطايف ديجا حطيتها معاكم في القناه. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساونيش بالتعليقات، وما تنساوش ديروا لي جيم، وما تنساوش تبارطاجيو القناه، ونتلاقاو في فيديو اخر، والسلام.